الطم والصيدة بإذني يصيح من المقابر وديت جفوف الذبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة الجمعة وبجوار الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي ليلة وفاة أم الوفاء أم البنين سلام الله عليه. أقول يا أعزائي وإخواني، يا إخوتي في الإيمان، يا أعزائي، العمل اللي تريد تعرضه، يشوف هذا العمل. الزهراء راضية علينا ولا كلمتين، أنت والزهراء يا نور عيني، يا حبيبي، يا أخي، يا ابني، يا صديقي، يا زميلي، يا عزيزي، حكم وجدانك لهذا العمل. الزهراء راضية لهذا العمل. الإمام المهدي روح له الفداء يرضى. الإمام اللي يبكي دما كل صباح ومساء لمصيبة الإمام الحسين، هل يرضى بهذا العمل؟ مثل ما يقولون أهلنا الدنيا مقضية يومين، لوين نريد نوصل؟ وثم ماذا؟ خلينا نهيئ نفسنا. آخر أكوش، جواب أكوش. شن جاوب الزهراء سلام الله عليها؟ شن جاوب الإمام الحسين بما ضحى لأجل الدين؟ أعزائي، إخواني، أبنائي، اتقوا الحسين، اتقوا الحسين، اتقوا الحسين، ولا نستخدم أي شيء محرم في قضية الشعائر الحسينية. يوم القيامة كن نجاوب، بالقبر كن نجاوب. فيا عزيزي، الحسين له قدسيته، والشعائر الحسينية لها قدسيته. حكم وجدانك. شو تجاوب الزهرة؟ شو تجاوب الإمام الحسين؟ أدعي لنفسي بهذه الليلة، وأيضا أولا النفس الله يهديه، وأيضا أنتم أدعيكم بالتوفيق، الله يوفقكم، يبارك بكم. وحقيقة من كل قلبي أنت اللي تسمعني وتقول كرامة للحسين، هذه الطريقة بعد أنا ما راح أستخدمها، أدعي لك من كل قلبي، أدعي لك، وأسأل الله أن يوفقك ويوفق عزيزنا الأستاذ الشاعر الخطيب عرفت لولا، ويديم وجوده اللي خان وقته لهذه المسألة. الله يبارك بكم، ونراكم في مآتم الحسين، مآتم الإمام الحسين، مآتم البكاء، مآتم اللطم. نراكم إن شاء الله من قريب. حياكم الله، موفقين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد. السلام على الحسين، السلام على أخيه أبي الفضل العباس. رسالة إلى أصحاب الدي جي، فنقول أكثر شفافية مطربين الساحة الحسينية. أنا عندي نصيحة لكم. النصيحة هي أكو هوية للحسيني واكو هوية للمطرب، أما أن تكون حسيني وأما أن تكون مطرب. فأنت يا صاحب الدي جي أنت مطرب بالساحة الحسينية، وهذا نشاز، وهذا مو أخلاقي ولا إنساني ولا اجتماعي. ابرز هويتك. أما تكون مطرب فالفرصة موجودة بالساحة اللي موجودة عند المطربين، وإذا تريد تكون حسيني البس الدشداشة السوداء واصعد على المنبر وصير شريف مثل ما اللي سبقك واللي موجود هو شريف وتاج على الراس، لأن يسمى خادم الحسين مو خادم الدي جي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم الشعار الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى تارة يعطي للإنسان عطايا يجب الإنسان أن يشكرها وأن يصب هذه العطايا في المصب الصحيح. بالنسبة للإخوة الأعزاء
اللي لربما ضلوا الطريق ولم يعرفوا كيف يتصرفوا في العطية الإلهية اللي الله أعطاهم في الحنجرة، وجاءوا بطريقة لا ترضي الله ولا ترضي أئمة أهل البيت، وأتوا بطريقة لعلها هي تضر أكثر من النفع، وهي قضية الدي جي. أنصحهم وأنصح الأخوة من أخ كبير لهم من كل القلب أن أولا يطلبوا العفو والمغفرة عند مقام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأهل البيت، وأن يعودوا إلى طريق الصواب، الطريق الصحيح في ذكر ودائع أهل البيت ورثائهم. وأسأل الله أن يجمعهم دائما على محبة محمد وآل محمد، وأن يتركوا هذا الطريق ويعودوا إلى جادة الصواب، لأن العمل اللي الآن يقومون به البعض ولا زالوا متمسكين به هو عداء وحرب ضد الطريقة الصحيحة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حضرة سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام باب الحوائج، رسالة إلى كل من يتراقص على جراح أهل البيت وجراح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهم رواديد الدي جي الظاهرة الغير أخلاقية التي يذكرون بها أسماء أهل البيت ويترقصون على جراحهم. أسأل الله لكم التوبة والخروج من هذا العمل البعيد كل البعد عن رموزنا من قدام الحسين الرواديد والشعراء. فأسأل الله لكم التوبة، وشكري وامتناني لخدام الحسين القائمين على مشروع الحج الحسيني من رواديد وشعراء، وأسأل الله لكم السداد. خادمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه وعليهم السلام. أقولها كما قالها مولانا جعفر الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أوجه رسالتي إلى من يدعون بالخدمة الحسينية، إلى من يزعمون بالخدمة الحسينية، إلى أصحاب الدي جي، وأقول لهم: يا أحبتي، عليكم بأفعال الرجال واتركوا أفعال النساء. غفر الله ذنوبنا وذنوبكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم أبو الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. للمرة الثانية وللجمعة الثانية أنصحكم يا خدام الدي جي: توبوا إلى الله وارجعوا إلى إمامكم الإمام الحسين، وارضوا بفعلتكم الزهراء. أنتم حاليا أعداء للزهراء، والله أعداء للزهراء من حيث لا تشعرون. أنتم الآن ترقصون على جراح أهل البيت، ترقصون يعني حالكم حال الخيول الداسة صدر الحسين بهذا عمل. فأنا أنصحكم لله وما عندي غير النصيحة، وكذلك أنصح الرواديد خدمة الحسين كذلك أن يدعمون هذا الحشد الحسيني قربة إلى الله تعالى. وخادمكم جواد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلمة مختصرة إلى الأعزاء الذين يحاولون أن يعملوا شيئا من أجل القضية الحسينية، ولكنهم سلكوا سلوك مختلف وبعيد جدا عن سلوكية أهل البيت، ألا وأنه أسلوب الدي جي. إن الإمام الصادق حدد لنا كيف يجب أن نقرأ وكيف يجب أن نتصرف، إذ قال لأبي هارون: اقرأوا لنا كما تقرؤون في العراق. وهذا دليل على أن قراءة أهل العراق هي القراءة الحزينة التي تقرح القلوب في مصائب أهل البيت. توجهوا هذا التوجه. شكر الله سعينا وسعيكم، وشكرا. عزت بيها وقارة خلني عيدي اليوم كل الحان
مولا عبدي محمد الشيخ الخاطب لروحي أطوار